هو الجيش بتاع سيدنا معاويه ده كان فيه مين؟ هو جابهم منين سيدنا معاويه؟ هم من المسلمين. افريقيا ولا جايبهم من وثنيين في الفرس؟ صحابه وتابعين. الجيش كله بتاع سيدنا معاويه صحابه وتابعين. فكيف تقول مثل هذا الكلام على معاويه بن سفيان وعمرو بن العاص وهم يقودوا يعني افضل اجيال الارض؟ واهل الشام لعلمك كانوا في منتهى الهدوء والطاعه والسكينه، كان جيش في غايه الهدوء، غير الجيش اللي كان يقوده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان على وارضاه الحق. وهو الذي على الحق، لكن كان لكن جيشه كان في غايه الاضطراب الجيش اللي جواه. كان أهل وفتن الكوفة كثيرة. أهل والمتمردين الكوفة لأنهم كانوا والثوار. حديث الإسلام ومش متمكنين راسخين في الإسلام زي أهل الشام. كان فيهم كتير جدا من أهل الفرس اللي دخلوا وعايزين يوقعوا الدولة الإسلامية حنقا على الدولة الإسلامية اللي وقعتهم الدولة الفارسية. كان فيهم عبدة نار وظاهرهم الإسلام، كان فيهم يهود، كان فيهم كذا كذا. فتن وراء فتن وراء فتن، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشرق وقال من هنا تأتي الفتنة. ومتوقع أن المشكلة هتيجي من هذا المكان. فأنا قبل ما أقول كلمة واحدة عن مسلم أيا كان هذا المسلم لابد من سند، لابد من تحقيق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، أي قوم، بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنت يا من تطعن في معاوية بن أبي سفيان ويا من تطعن في عمرو بن العاص، هل تجرؤ يوم القيامة أن تقف أمامه خصيما أمام رب العالمين سبحانه وتعالى؟